مرحبا احبابي، راح نسوي لكم طريقة الجيمر العراقي ولا اطيب منه. ايش عندنا؟ عندنا حليب كامل الدسم، لازم حليب كامل الدسم، نخليه نص بطل. وعندنا الكريمة نديرها كليتها، تعالوا ويانا. هسه بعد ما خلينا الكريمة هاي النوعية، هاي موجودة بألدي او موجودة بويل مارت. شو نسوي؟ فار عندنا هو الحليب، نخلي هاي المهجارة والنص النار، نخليها على كلش ناصي زين، وبعدين نخلي جدر مال الحليب نرجعه هنا. ما شلون صار؟ راح نعوفه. شوفوا شلون صار. راح نعوفه اقل شي ساعة ونص. وهسه خليناها على النار وننتظرها على ما تفور. وهسه راح نطفي الطباخ ونخليه يبرد وبعدين نذبه بالثلاجة. هسه الجيمر العراقي بعد ما خليناه ثاني يوم جهز عندنا، برد وخليناه بالثلاجة. وهسه راح نتريق من عندنا، نقص من عده ونسمي بسم الله. شلون جيمر يخبر. هذا نقدر نسويه مرة ثانية يصير. شو نسوي؟ الصندوق من عنده ونسمي بسم الله. خلنا نقعد يا ربي. شلون قمر. يابا سووا هاي الوصفة. سلامكم العافية ومع السلامة.